نبتدي بس الأول نتكلم. احنا اساسا النهارده بنعمل ايه في السيشن؟ يعني احنا السيشن بتاعنا النهارده ايه التارجت بتاعه، او احنا عاملينه ليه اصلا، ومين هم التارجت اودينس، ومين اللي هيكون محتاج السيشن ده او المفروض ان هو هيستفيد منه. طيب سيشن النهارده احنا عاملينه علشان خاطر نتكلم عن مجال البروجرامينج. فاللي هو لو انت انترستد او لو انت مهتم عايز تعرف ايه هو مجال البروجرامينج، مجال البرمجة، ايه اهميته، ايه فرص العمل بتاعته، هو عبارة اصلا عن ايه في الجزء التكنيكال، يعني انا بحتاج اتعلم ايه واعرف ايه عشان ابقى بروجرامر. ومجال البروجرامينج ده فيه منه كذا وظيفة من جوه، متقسم لحاجة اسمها فرونت اند ديفلوبر وحاجة اسمها باك اند ديفلوبر. في ناس بتشتغل تيسترز، في ناس بتشتغل حاجة اسمها بزنس اناليسز، في حد بيشتغل، يعني هو في حاجات كتير قوي من جوه او سيكشنز كتير قوي من جوه في مجال السوفت وير ان جنرال. فاحنا التارجت اودينس النهارده ايه؟ احنا عاملين النهارده السيشن ده علشان يبقى عندكم اويرنس عن مجال البرمجه. فطبعا المفروض الناس اللي بتكون موجوده معايا في السيشن هم الناس اللي مهتمين او عايزين يعرفوا ايه هو مجال البرمجه، وحابين ان هم يدخلوا في الكارير ده او يشتغلوا في مجال البرمجه. طيب السيشن هيمشي ازاي؟ انا ان شاء الله هبتدي ادردش معاكم كده على شويه حاجات جينيريك. احنا اكيد طبعا يعني مش هنتكلم في كود وحاجات معقده والكلام ده، احنا بس هنتكلم كلام عام. هعرفكم ايه هو مجال البرمجة، وايه هي اهميته، وايه هي الوظائف اللي جواه، وكل وظيفة بتحتاج تتعلم لها ايه علشان تقدر تشتغل فيها. وفي الاخر خالص بعد ما بنخلص كل التفاصيل الجميلة دي بنبقى عاملين حوالي 10 دقايق او ربع ساعة كده open discussion في الاخر، بحيث لو في اي حد من الشباب هنا في السيشن عايز يسأل اي سؤال ليه علاقة بمجال البرمجة، انا طبعا موجود هنا تحت امركم للرد على الاسئلة دي. بس انا هستأذنكم ان احنا ايه علشان العدد كبير شوية، فاحنا بس في الاول هنبتدي اللي هو هتدوني فرصه ان انا اشرح. وطبعا انتوا بتحضروا معايا دلوقتي وبنسمع، لو في اي بوينت حد منكم حب يسال عليها هيسجلها في نوت. وفي نهايه السيشن هبقى سايب لكم متسع من الوقت كبير، يعني مش قليل، ان انتوا تسالوا، كل واحد خد نوت على نقطه معينه عايز يسال عليها يبتدي يسال وانا اجاوب، طبعا انا موجود معاكم ده. طيب خلينا في الاول كده نبتدي نتكلم عن الابليكيشنز. ايه هي اصلا الابليكيشنز وايه هي انواع الابليكيشنز؟ الابليكيشنز يا شباب ببساطه شديده جدا متقسمه لثلاثه كاتيجوريز او ثلاث انواع، زي ما هي ظاهره قدامكم كده على الشاشه. يعني احنا عندنا ثلاثه تايبس اوف ابليكيشن. في ابليكيشن اسمه ويب ابليكيشن، وفي تايب تاني او نوع اسمه ديسكتوب ابليكيشن، وفي تايب تالت او نوع تالت اسمه موبايل ابليكيشن. طيب ايه الفرق ما بين الثلاث انواع دولت؟ وهم موجودين في حياتنا اليومية بنشوفهم في ايه، وبتبقى ايه اهميتهم، وايه الادفانتج وايه الويكنس، يعني ايه المميزات وايه العيوب في كل نوع من الثلاث انواع دول. طيب لو احنا اتكلمنا اول حاجة عن الديفينيشن او التعريف بتاع كل نوع منهم. الويب ابلكيشن ده اي ابلكيشن او اي سوفت وير بيشتغل بيرن على براوزر. ده اللي هو المقصود بيه ايه؟ اللي هو مقصود بيه جوجل كروم او مايكروسوفت ايدج او سفاري، اي براوزر. طالما انا بفتح الابليكيشن من على براوزر فده التصنيف بتاعه بيتقال عليه حاجه اسمها ويب ابليكيشن. والويب ابليكيشن ده علشان انا اقدر افتحه او اقدر استخدمه لازم يكون عندي بيريكواير ايه؟ بيريكواير انترنت اكسس. يعني انا لو ما عنديش انترنت اكسس في المكان اللي انا موجود فيه انا ما اقدرش افتح الابليكيشن ده. طب يا باشمهندس ادينا مثال مثلا، اديني ابلكيشن هقول لكم مثلا على سبيل المثال الواتساب ويب. الواتساب زي ما حضرتك بيبقى عندك ابلكيشن مسطبه على الموبايل واتساب، انت تقدر تفتح جوجل كروم وتكتب بتاعك. فهنا ده كده يتصنف ايه؟ يتصنف ويب ابلكيشن. ليه؟ لان انا لما فتحته من على البراوزر. طيب كلام جميل. الديفينيشن بتاع الديسكتوب ابلكيشن. الديسكتوب ابلكيشن ده نوع من الابليكيشن بيبقى معمول له انستول او متسطب باللغه الدارجه بتاعتنا، يعني زي ما احنا بنقول بيبقى متسطب على الاوبريتنج سيستم او على نظام التشغيل. ايا كان بقى حضرتك بتشتغل على جهاز عليه اوبريتنج سيستم ويندوز او اوبريتنج سيستم ماك او لينكس او اي اوبريتنج سيستم.
طيب تعالوا ناخد مثال مثلا عملي عليه. مثال عملي عليه مثلا زي الابلكيشن بتاع زوم اللي انا فاتح منه دلوقتي ده. الابلكيشن اللي انا فاتح منه زوم دلوقتي ده ابلكيشن انا مسطبه على الويندوز. وبرضه في نفس الوقت زوم اقدر افتحه عن طريق جوجل كروم كويب. مثال تاني مثلا على الديسكتوب ابلكيشن الميديا بلاير. الميديا بلاير اللي انا بشغل منه الفيديوز بتاع الويندوز ده برضه بيتصنف ديسكتوب ابلكيشن. ليه ديسكتوب ابلكيشن؟ لان هو الانستليشن او السيت اب بتاعه بيكون على الويندوز عندي او على الماك على حسب نظام التشغيل اللي انا بستخدمه للجهاز بتاعي. هستأذنكم بس لو حد مش عامل ميوت، يعني في حد معانا اسمه كي اي، استأذنك بس نعمل ميوت عشان خاطر الصوت. طيب في عندنا النوع الثالث من الابلكيشنز اسمه موبايل ابلكيشن. الموبايل ابلكيشن ده هو اي ابلكيشن انا بسطبه على الموبايل، يعني بيبقى مرتبط بالاي او اس او الاندرويد اللي موجود عندي على التليفون. طيب ده بالنسبه للديفينيشن. يبقى انا عندي ثلاثه كاتيجوري من الابلكيشن. واحد اسمه ويب ابلكيشن ده بيفتح على البراوزر. واحد تاني اسمه ديسكتوب ابلكيشن ده بيفتح على الاوبريتنج سيستم بتاع الجهاز زي الويندوز والماك. واحد تالت اسمه موبايل ابلكيشن ده بيشتغل على الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل اللي هو الاندرويد او الاي او اس. طيب من ناحيه الانستليشن، لو اتكلمنا في بارت الانستليشن، الويب ابلكيشن من ضمن مميزاته ان هو مش بيحتاج ان انا اعمل له انستليشن. يعني انا لو هفتح واتساب ويب انا مش محتاج اسطبه، وانا بفتح جوجل كروم واكتب له واتساب ويب بيفتح لي صفحه الواتساب، بعمل سكان للكيو ار كود وبلوجن. الديسكتوب ابلكيشن must be downloaded and installed. يعني الديسكتوب ابلكيشن انا ما اقدرش استخدمه الا لما اكون عامل داونلود للابلكيشن عندي على الجهاز واعمل انستول للابلكيشن عندي على الجهاز. دي الوسيله الوحيده اللي انا اقدر عن طريقها ان انا استخدم الابلكيشن. طيب في عندي الكاتيجوري الثالثه بتاعت الموبايل ابلكيشن برضو. ما شباب باشمهندس، هو في صوت. هستأذنكم بس، يعني هستأذنكم بس في حد مش عامل ميوت. محمد محمود فؤاد، يا محمد. شكرا يا محمد. طيب فالنوع الثالث اللي هو الموبايل ابلكيشن ده انا لازم اعمل داونلود للابلكيشن بتاعي وانزله عندي على الموبايل واعمل له انستول اسطبه على الموبايل. برضو علشان تبقوا فاهمين ليه الديسكتوب ابلكيشن والموبايل ابلكيشن بحتاج اعمل له داونلود. ببساطة شديدة قوي، لان الديسكتوب ابلكيشن او الموبايل ابلكيشن بينزل حاجه اسمها سورس كود على الجهاز عندي لوكال. يعني احنا مثلا لو خدنا بالنا من مايكروسوفت اوفيس اللي هو الوورد والاكسل، دي الحاجه الاكثر شيوعا او اللي احنا معظم الناس بتستخدمها. احنا لما بنعمل له انستول بنلاقي موجود عندنا في السي، لو فتحنا كده البارتيشن بتاع السي في الويندوز مثلا، عندنا في البروجرام فايلز لما بندخل عليها هنلاقي مثلا موجود هنا مايكروسوفت اوفيس. دي الباكج بتاعت الاوفيس اللي هي فيها الوورد والاكسل والكلام ده كله. فالديسكتوب والموبايل ابلكيشن انا لما بعمل له داونلود وبعمل له انستول هو بينزل فايلات لوكال عندي على الاوبريتنج سيستم بتاعي، هي دي اللي بتقوم لي الابلكيشن بعد كده لما باجي اشغل. طيب البرفورمانس، لو احنا هنتكلم على بارت او على جزء البرفورمانس، طبعا بالنسبه للويب ابلكيشن البرفورمانس بتاعه بيتاثر بالانترنت سبيد. يعني انا لو شغال على ابلكيشن والابلكيشن ده معتمد على الانترنت كونكشن، فطبعا ده هيعمل ايه؟ الانترنت كونكشن كل ما يكون ضعيف. هو انس انا مش عارف انت كاتب ايه، يعني عايز توصل لايه من الرسمه اللي انت عاملها دي؟ طيب فنرجع تاني للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها. الانترنت كونكشن هيبقى ليها امباكت، هيبقى ليها تاثير. لو انا الانترنت عندي ضعيف
ممكن يعمل مشكله وانا بشغل الابلكيشن بتاعي الويب ابلكيشن، ولو مش شغال اصلا الانترنت انا مش هقدر اصلا اكسس الابلكيشن. الديسكتوب ابلكيشن هو بيتصنف اسرع كاتيجوري من الابلكيشنز. ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده هو بيبقى انستولد على الويندوز عندي، فهو مفيش اي عوامل خارجيه ممكن تاثر عليه فيما عدا بس الهاردوير نفسه بتاع الكمبيوتر. يعني انا لما اكون شغال على كمبيوتر الرامه بتاعته عاليه والسبيس بتاعته الاستورج قويه، هو ده بس اللي ممكن ياثر معايا على البرفورمانس بتاعه، لكن مفيش اي عوامل خارجيه تانية ممكن تاثر عليه. الموبايل بيوبتمايز فور الموبايل ديفايسز ليميتد باي هاردوير، يعني برضو هيعتمد على الرامه والبروسيسور بتوع الموبايل. كل ما يكون الرامه والبروسيسور قويه كل ما هتساعدني ان انا الابلكيشن اللي عندي على الموبايل يكون البرفورمانس بتاعه كويس. طيب، الانترنت ديبندنسي او الاعتماديه على الانترنت بالنسبه للويب ابلكيشن، احنا اتفقنا من شويه قلنا ان من غير الانترنت انا ما اقدرش افتح اي ويب ابلكيشن. الديسكتوب ممكن يشتغل اوفلاين عادي، مفيش اي مشكله حتى لو مفيش انترنت. الموبايل في بعض الاحيان بيحتاج انترنت وبعض الاحيان لا. يعني ايه بقى؟ يعني اديلكم مثال، مثلا ابلكيشن الواتساب، هو انا ببقى اعمل له انستول عندي على الموبايل. بس هو لو حد منكم خد باله كده، كل فتره انت ممكن في السيتنج بتاعه الواتساب تحدد له مثلا انترفال او وقت معين اللي هو كل اسبوع يعمل سينك للكلاود عشان يرفع الابديتس اللي كانت موجوده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت المسجز والحاجات اللي بتبعتها مش immediately، مش في نفس الوقت بيرفعها اوريدي على الكلاود دايركت على طول، لا هو بيخزنها مثلا لمدة فترة معينة وبعد كده يرفعها. فمش دايما الانترنت كونكتيفيتي بتبقى اساسيه عنده في ان هو يخلي الحاجه تبقى سينكرونس او بتبقى متزامنه مع الكلاود. هتقول لي يا باشمهندس طب ما هو لو ما فيش انترنت الواتساب مش هيشتغل. هقول لك اه صح، بس هنا انا ما اقصدش المسج نفسها اللي انت بتبعتها، انا اقصد ان هو يخلي نفس الداتا اللي متخزنه على الاستورج بتاعه الموبايل تيبيكال الداتا اللي متخزنه على الكلاود على السيرفر بتاع الواتساب. وفي موبايل ابلكيشنز على سبيل المثال اديلكم مثال تاني اوضح، اللعب. في لعب انت ممكن تعمل لها انستول عندك على الموبايل وتبقى قافل الانترنت خالص واوفلاين واللعبه تلاقيها شغاله معاك. في لعب تانية ممكن تنزلها على الموبايل ما تشتغلش لما يكون في انترنت كونكشن شغال. فهي هنا في الموبايل الديبندس، ممكن تكون محتاج انترنت كونكشن في بعض الاحيان وفي احيان تانية ممكن ما تحتاجوش. طيب بالنسبه للابديت، ودي من وجهة نظري تعتبر اهم نقطة في النقط دي كلها في المقارنة ما بينهم. ليه اهم نقطة؟ احنا اتفقنا ان الديسكتوب ابلكيشن لما بيتسطب على الاوبريتنج سيستم على الويندوز عندي بينزل عندي على الجهاز في البروجرام فايلز. فمعنى كده ان انا لما عاوز اطور الابلكيشن ده او اعمل فيه اي تعديلات انا هضطر ان انا انزل الابديت ده عند كل الناس اللي بتستخدم الابلكيشن ده. نفس الكلام برضو بيعتمد على الموبايل ابلكيشن. يعني ايه؟ يعني لو هنفترض مثلا ان انا عندي مليون يوزر بيستخدم ابلكيشن الواتساب عنده على التليفون. شركة واتساب قررت انها تعمل فيتشر جديد، مثلا ان انت تعمل اديت في الصور عن طريق الواتساب. الفيتشر ده مش هيشتغل عند اليوزرز الا لما المليون يوزر كلهم يعملوا داونلود للابديت الجديد اللي على الواتساب علشان يشتغل. طيب، however بقى من الناحية التانية لو احنا بصينا للويب ابلكيشن، الويب ابلكيشن انت بتفتحه عن طريق براوزر، فهو اصلا السورس كود بتاعه ما بيبقاش موجود عندك على الجهاز. فانا بدخل مرة واحدة بس على السيرفر بحط الابديت بتاعي، وبناء عليه كل الناس اللي بتفتح الابلكيشن بتلاقي الابديت ظهر عندها في نفس الوقت. ما بحتاجش ان انا كل اليوزرز يعملوا الابديت انديفيدوال واحد واحد. النقطة دي طبعا بتبقى مهمة جدا، لأن أي سوفت وير لو ما بيحصلوش أبديتس من فترة للتانية وما بيحصلش فيه تحديثات فعمره ما هينجح. طيب ده بالنسبة لأنواع الأبليكيشن. يبقى تعالوا كده نعمل سمرايزيشن كده للبارت اللي اتكلمنا فيه. عندنا ثلاث أنواع من الأبليكيشنز: ويب أبليكيشن، ديسكتوب أبليكيشن، موبايل أبليكيشن. اتفقنا ان الويب ابلكيشن ده اي ابلكيشن انا بقدر افتحه عن طريق البراوزر المتصفح، لازم يكون في انترنت كونكشن عشان اقدر اشغله. لازم يكون في عندي براوزر على الجهاز،
والابديتس بتاعته بتنزل اوتوماتيكلي. يعني وانس ان انا عملت ابديت في الابلكيشن، انا اي حد يوزر بيفتح بيلاقي. ديسكتوب ابلكيشن ده بيتسطب على الاوبريتنج سيستم، مرتبط بالاوبريتنج سيستم بتاع الجهاز. كده جاي. الابديتس بتاعته علشان تتعمل لازم تتعمل جهاز جهاز، او الدبارة دي ابلكيشن اتنين، ابلكيشن. ثلاثة، أربعة. ده جروب. ده بس. شباب الناس اللي مش عامله ميوت بس هستأذنكم نعمل ميوت. طيب بعد إذنك بس يا هندسة لو سمحت يعني، هو بالنسبة بس كده للزوم ميتنج ده، هو يعتبر مناسب لمين بالظبط يعني عشان بس أبقى أنا فاهم؟ هو بيكون مناسب للناس اللي ناويه تشتغل في الويب ديفلوبمنت، الناس اللي هتشتغل في مجال البرمجه. يعني قصدي يا باشمهندس كده يعني بمعنى أوضح شوية، مناسب أكتر للناس مثلا اللي في أولى حاسبات يعني، ولا قصدك يعني اللي أي حد يخش المجال حابب يخش المجال يعني دي حاجة تعريفية ولا حاجة أدفانسد شوية؟ لا، هي مش ادفانسد، هي حاجه تعريفيه. بعد إذنك يا باشمهندس، بس هو حضرتك ممكن تقفل علينا كلنا، تعمل ميوت للكل عشان احنا كده مش عارفين نركز بعد إذنك. هو انا مش حابب اخليها فرصة من ناحيتي، يعني انا بحب استأذن الناس، بس لا، انا يا يعني ريت يا ريت تكون فرصة من ناحيتك بعد إذنك. طب خلاص مفيش مشكلة، حاضر. طيب نكمل يا شباب. طيب خلينا دلوقتي ننتقل لنقطة تانية. بعد ما احنا عرفنا ان في عندنا ثلاثة كاتيجوري من الابليكيشن، الويب ابليكيشن والديسكتوب والموبايل، هنبتدي احنا بقى نتعمق اكتر في البارت او الجزء او الكاتيجوري بتاعة الويب. ليه الجزء ده بالذات؟ لسببين. السبب الاولاني ان الديسكتوب ابلكيشن دلوقتي بقى ضعيف قوي في السوق، شبه مش موجود، ما بقاش في حد بيستخدمه، فرص العمل بتاعته بقت ضعيفة قوي فوق ما تتخيلوا. الموبايل ابلكيشن طبعا ممتاز وكل حاجة، بس هو مش تخصصي، انا ويب ديفلوبر، فانا موجود هنا اقدر افيدكم اكتر في البارت بتاع الويب ديفلوبمنت. طيب هنتكلم هنا عن اهمية الويب ديفلوبمنت يا شباب. الويب ديفلوبمنت او الكاتيجوري بتاعت الويب، ايه اهميتها وايه لازمتها وايه الفرص بتاعتها؟ اولا، احنا عارفين لو اتكلمنا في اول نقطة هنا ان الانترنت هي الباك بون بتاع المودرن لايف. مفيش بيت في العالم دلوقتي ما فيهوش انترنت، ومفيش حد ما بيستخدمش الانترنت في شغله. والانترنت بالنسبة لنا هو اهم حاجة بقت موجودة دلوقتي في مجال البيزنس. تمام. طيب ما هو انترنت ده لو احنا حسبناها هنلاقي ان الانترنت ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ويب ديفلوبمنت. انت بتفتح الانترنت ليه؟ بتفتح الانترنت عشان تدخل على ويب سايت. الويب سايت ده ايا كان ايه هو بقى، انت داخل على سوق او جوميا تشتري حاجات، داخل على يوتيوب تدور على سيرش على ريفيوهات معينة او فيديوز معينة، داخل على الفيسبوك حتى بهدف الانترتينمنت، او بهدف ان انت داخل تقضي وقت لطيف ان انت تشوف حاجات. فهو انا هبقى مضطر اسفا يا شباب ان اللي مش هيعمل ميوت انا هعمل له ريموف، علشان بس ما نعطلش المحاضرة. احنا كده كده متفقين ان احنا هنخلي فيه وقت في اخر السيشن علشان خاطر اللي عايز يسأل على اي حاجة انا تحت امره، بس اللي مش هيعمل ميوت، لان انا طبعا العدد كبير فهيبقى صعب ان انا افضل كل شوية ايه اتحرك ورا واحد عشان مش عامل ميوت، فهضطر ان انا اعمل ريموف للي مش هيعمل ميوت، انا اسف. طيب فاحنا اتفقنا ان الانترنت هو بقى دلوقتي اهم حاجة عندنا في الحياة، وبناء عليه الانترنت احنا لو حسبناها هو الويب ديفلوبمنت. يعني انا لو ما عنديش ويب ديفلوبرز يقدروا يعملوا لي ويب سايتس، مش هيبقى في اصلا حاجة اسمها انترنت. على سبيل المثال لو احنا خدنا بالنا مثلا امازون
لو انا داخل على اي كوميرس اشتري زي امازون، لو انا عايز ادخل على سوشيال ميديا زي فيسبوك وتويتر، لو انا عايز اعمل اونلاين بانكينج، حتى عمليات البنوك دلوقتي بقت بتتم عن طريق الويب سايتس. فكل دي فيكنسز او فرص او اوبورتيونيتيز موجوده للويب ديفلوبر، لان لو مفيش ويب ديفلوبر مش هيبقى فيه كل الكلام ده. طيب، لو احنا اتكلمنا عن الاي كوميرس والاونلاين سيرفيس، هناخد بالنا ان هي بيحصل لها اكسباندنج. اكسباندنج يعني ايه؟ يعني احنا لو رجعنا بالزمن لورا شوية، على سبيل المثال في مجال البنوك مثلا، كان عشان تعمل اي ترانزاكشن لازم تروح البنك بنفسك. دلوقتي ابتدوا يتحولوا لحاجة اسمها ديجيتال ترانسفورميشن، وديت الترند اللي موجود في كل الشركات دلوقتي. حتى الوظائف الحكومية أو حتى الهيئات الحكومية ابتدت تتبع الترند ده دلوقتي، إن يبقى فيه ديجيتال ترانسفورميشن. يعني إيه ديجيتال ترانسفورميشن؟ يعني أنا بخليك تقدر تاخد السيرفيس أو الخدمة بتاعتك وأنت موجود في البيت، من غير ما تحتاج تروح لمكان معين بشخصك وتضيع وقت. ابسط مثال على كده مثلا منصة مصر الرقمية، بقيت تقدر تطلع من عليها رخصة، تتجدد من عليها بطاقة، تطلع من عليها اي حاجة انت عايز تعملها بكليكة ماوس. منصة مصر الرقمية دي لو مفيش ويب ديفلوبرز ما كناش هنقدر نعملها. طيب، من ضمن مميزات الويب ديفلوبمنت يا شباب، ان هو اقدر اكسسه من الموبايل. هو كروس بلاتفورم، اقدر اكسسه من الموبايل، اقدر اكسسه من اللابتوب، اقدر اكسسه من التابلت. اي ديفايس بيتوافر عليه براوزر اقدر افتح من عليه الويب ابلكيشن. تمام. على عكس الديسكتوب ابلكيشن، الديسكتوب ابلكيشن انا ما اقدرش اوصل له عن طريق مكان تاني غير الجهاز اللي هو متسطب عليه. طيب، الجوب اوبورتيونيتيز. كل الشركات اللي موجودة في العالم عندها هاي ديماند. يعني أنا شغلي كويب ديفلوبر مش مرتبط بشركة برمجة بس. أديلكم مثال، ممكن أنا أبقى صاحب مثلا شركة ملابس كبيرة زي زارا. زارا ليها ويب سايت، ليها ويب سايت، وأقدر أدخل من على الويب سايت دوت وأتفرج على المنتجات بتاعتها. طب هو مين اللي عمل الويب سايت بتاع زارا؟ ويب ديفلوبر. فمعنى كده إن ممكن يكون في تيم ويب ديفلوبرز موجودين، ده أمر طبيعي جدا. فانت كويب ديفلوبر دلوقتي بقى وجودك في السوق مش مرتبط بس بشركات السوفت وير، لا، انت ممكن تبقى شغال في شركات سوفت وير، وممكن تبقى شغال في شركات نشاطها اي حاجة تانية غير السوفت وير. الهيئات الحكومية على سبيل المثال، هيئة الضرائب. هيئة الضرائب السيستم اللي هي شغالة بيه، اللي هو المفروض بيمونيتور الضرائب والناس بتدفع عليه ديجيتال واونلاين وكده والكلام ده، ده اللي عاملاه شركة اسمها اي فاينانس. فمعنى كده ان الشغل بتاع الضرايب كله متوقف على ويب ديفلوبرز عاملين الموضوع ده. طبعا الفيوتشر بروف اوف كارير باث، من اهم مميزات البرمجه يا شباب ان هي ابديتد. دايما في ابديتس جديده. بتختلف عن اي كارير تاني في نقطه، ان انت كل يوم في ابديت جديد، فكل ما بتتعلم حاجه جديده كل ما الفاليو بتاعتك بتزيد في السوق. تعالوا نقارن مثلا وظيفة المبرمج بأي وظيفة تانية زي وظيفة مثلا المحاسب. أنا طبعا ما بقللش من وظيفة المحاسب، هي طبعا وظيفة مهمة وعلى راسي من فوق، بس أنا بعمل مجرد مقارنة. وظيفة المحاسب مثلا لما بيشتغل بيبقى لسه بيجنر في الأول، بيبتدي يتعلم حاجات ليها علاقة بالمحاسبة المالية، وبعد كده بيبتدي ياخد سايكل. على ما أعتقد الدورة المالية بتاعتهم بتبقى عبارة عن سنة 12 شهر، لحد ما بيقفل في آخر السنة حاجة اسمها ميزانية. وبعد ما بيقفل الميزانية دي خلاص بتبتدي السنة اللي بعدها تعيد اللي قبلها. فبيفضل عايش حياته كلها يعتبر كل سنة بتبقى متاخدة كوبي بيست من السنة اللي قبلها، اكسبت شوية تغيرات بسيطة ممكن تحصل. وظيفة تانية مثلا زي وظيفة وليكن المحامي. القانون المصري ما بيتحطش قانون كل يوم جديد، يعني هي القوانين من الستينات والخمسينات موجودة، وهم اوريدي المحامين عارفينها وشغالين بيها. نادرا لما بيحصل ابديت في قانون او بينزل قانون جديد. فلذلك بتلاقي ان السقف بتاع الوظائف ديت ممكن ان انت توصل له في خلال سنة او سنتين او ثلاثة او حتى 5 او 10، وبعد كده بتقف. ليك سقف من الاخر كده، هيجي عليك وقت معين وهتيجي عند سقف معين وهتقف. لكن البرمجة ملهاش سقف. ليه ملهاش سقف؟ انت كل يوم حرفيا في ابديتس جديده بتنزل، في فريم وركس جديده بتنزل، في لغات برمجه بتتطور. فانت كل سنه عندك جديد، وكل سنه الفاليو بتاعتك بتزيد، وكل سنه بيبقى عندك ادفانتج، وبيبقى عندك opportunities وتشالنجز بتخليك الفاليو بتاعته تعلى في السوق.
وكل ما الفاليو بتاعتك بتعلى في السوق ده طبعا بيبقى مرتبط بالفرص وبالوظائف وبالفلوس. فهنا الموضوع طبعا بيكون مختلف. فالبرمجة بشكل عام انا ما بتكلمش بس عن الويب، حتى لو موبايل ده سيم، هي طبعا بتكون مختلفة في كل حاجة ممكن نتخيلها. طيب ده بالنسبة لأهمية الويب ابلكيشن. طيب الويب ابلكيشن بقى اصلا من جوه، لو انا عايز اتعلم ويب ابلكيشن، هو ايه، عبارة عن ايه، وايه الوظائف اللي بتبقى جوه الويب ديفلوبمنت. لو انا هبقى ويب ديفلوبر، ايه هي الوظائف بتاعت الويب، وايه الحاجات اللي انا بحتاج اتعلمها علشان اشتغل في الوظائف دي. تعالوا كده نشوف. الويب ديفلوبمنت بيبقى من جوه متقسم لحاجتين، متقسم لحاجة اسمها فرونت اند، وحاجة تانية اسمها باك اند. ايه الفرق الجوهري ما بين الفرونت اند والباك اند؟ ببساطة شديدة جدا يا شباب، الفرونت اند ده الديفلوبر او المبرمج اللي بيكون مسؤول ان هو يطور اليو اي او اليوزر انترفيس اللي اليوزر بيشوفها. يعني ايه برضو يا باشمهندس الكلام دوت؟ يعني انا مثلا هديلكم مثال سريع كده. لو انا رحت دخلت مثلا على اي ويب سايت، كتبت مثلا امازون، وجيت فتحت الويب سايت بتاع امازون ده، لما انا بفتح الويب سايت بتاع امازون دلوقتي بيظهر عندي كده صور وكلام ديسكريبشن، في منتجات موجودة، في عندي هنا سيرش اقدر اعمل بحث، في عندي هنا اقدر احط ليميت للاسعار اللي انا بدور، رينج الاسعار بتاعتي اللي انا بدور عليها. لو عايز ادخل على كاتيجوريز بقى، انا داخل ادور اصلا في ايه، داخل ادور في الموبايلات، في الالكترونيات، بلا 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 بلا. المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الديزاين ده كله، كل الصفحة الجميلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، اللي بيكون عاملها ده الفرونت اند ديفلوبر. فبتبقى وظيفة الفرونت اند ديفلوبر الرئيسية او الاساسية ان هو بيعمل الديزاين وبيعمل الشكل بتاع الويب سايت او الابليكيشن. طيب الفرونت اند ديفلوبر ده ايه هي الحاجات اللي بيحتاج يتعلمها علشان يقدر يشتغل او يتقال ان هو فرونت اند ديفلوبر؟ مين لي هو بيحتاج 3 حاجات. بيحتاج يتعلم حاجة اسمها HTML، بيحتاج يتعلم حاجة اسمها CSS، بيحتاج يتعلم حاجة اسمها جافا سكريبت. هما دول بس يا باشمهندس؟ لا مش هما دول، دول الكور، دول الأساس. يعني انت بتتعلم ال3 حاجات دول علشان يخلوك مؤهل ان انت تعرف تشتغل. طب عشان بقى مش يخلوك تعرف تشتغل، يخلوك مؤهل ان انت تبقى فرونت اند. طب عشان تعرف تشتغل مين اللي بقى انت بتحتاج ايه؟ بتحتاج حاجات تانية تساعدك. حاجة مثلا اسمها بوت ستراب. طب ليه احنا مش حاطين البوت ستراب من ضمن مكونات الفرونت اند؟ لان ببساطه شديده البوت ستراب دوت عباره عن ميكس ميرج ما بين ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. احنا خدنا ال3 دول مع بعض كده، عملنا بيهم حاجه اسمها بوت ستراب، علشان يدي لي حاجات تسهل عليا الوقت اللي انا بشتغل فيه، حاجات تمبلتس جاهزه انا اقدر استخدمها، بدل ما ابتدي اعمل كل حاجه فروم سكراتش وتاخد معايا وقت طويل. ممكن احتاج حاجة تانية مثلا زي الفريم ورك او اطار العمل. اطار عمل زي ايه؟ اشهر اطار عمل مثلا موجود، الحاجات المشهورة قوي اللي هو زي الرياكت والانجولار. ايه هو اصلا اطار العمل؟ ايه هو الفريم ورك؟ اطار العمل او الفريم ورك ده حاجة الديفلوبرز عملوها علشان خاطر تنظم الشغل وتسهله. يعني ايه تنظم الشغل وتسهله؟ يعني بدل ما انا بقعد اكتب كل حاجة من الاول خالص، وكل ديفلوبر بيبقى شغال في التيم بيبقى شغال على حسب وجهة نظره الشخصية، ويحصل لخبطة ما بين الفرونت اند ديفلوبر والباك اند ديفلوبر، لان هما بيبقى في تعامل ما بينهم طبعا في الشغل. حد بيصمم الواجهة الأمامية، وحد تاني بيعمل اللوجيك في الباك اند والداتابيز. فلما بيجوا الاتنين يعملوا ميرجنج مع بعض في الشغل، بيحصل ساعات كونفليكت وبيحصل مشاكل. فهنا بيجي دور اطار العمل. اطار العمل او الفريم ورك ده بتبقى فايدته ان هو يخلي الشغل منظم ويسهل الشغل على الديفلوبرز. فمين اللي انا بحتاج ايه في الفرونت اند؟ بحتاج HTML و CSS وجافا سكريبت، بحتاج بوت ستراب، بحتاج معاهم فريم ورك زي رياكت او الانجولار. طيب هو الرياكت ده اصلا مبني من ايه؟ مبني من الجافا سكريبت. يعني من الاخر كده يا شباب بالبلدي، لو حضرتك هتتعلم اي حاجه في الفرونت اند فهي هتلاقيها معموله من ال3 دول.
زي ما قلت لكم كده، البوت ستراب عباره عن HTML و CSS وجافا سكريبت مع بعض الثلاثه عشان يعملوا لي تمبلتس جاهزه توفر عليها وقت في الديزاين. الرياكت او الانجولار او الفيو الفريم وركس او اطار العمل، الحاجات دي بتبقى معموله من الجافا سكريبت، فايدتها انها تنظم الشغل وتنسقه وتخليه بيرفورمانس اعلى، وتخليه كمان يبقى سهل ان انا اعمل له انتجريشن مع الباك اند. ده بالنسبه لوظيفه الفرونت اند. دي وظيفه مستقله بذاتها، حضرتك كديفلوبر لو اتعلمت الحاجات دي تقدر تشتغل الشغلانه دي شغلانه مستقله بذاتها اسمها فرونت اند ديفلوبر. طيب الباك اند ده ديفلوبر بيكون مسؤول عن ان هو يبني الاستراكشر بتاع الداتابيز ويستخدم لغة برمجة يحط فيها اللوجيك بتاع الابليكيشن. بحتاج اتعلم ايه في الباك اند؟ ممكن اتعلم لغة البي اتش بي، ممكن اشتغل بالدوت نت اللي هو مبني سي شارب، ممكن اشتغل في حاجات تانية كتير بتشتغل في الباك اند زي البايثون وزي الروبي ولغات كتير قوي والسي بلس بلس. دي كلها لغات اقدر استخدمها في الباك اند. طيب هو حضرتك دلوقتي يا باشمهندس قلت لنا الفرونت اند بيبني الكلام ده، امال بتاع الباك اند بقى لازمته ايه؟ ده سؤال مهم. يعني انت دلوقتي قلت لنا كده كلام طفيف احنا ما نقدرش نستوعبه قوي، اللي هو ماشي بيعمل حاجه اسمها داتابيز وبيستخدم لغه برمجه بتشتغل في الباك اند او في السيرفر سايد، بس الكلام ده برضو كلام ستيل ايه، لسه مبهم بالنسبه لنا ومش فاهمين. فاخدكم هنا وننتقل للسلايد اللي بعدها، دي اللي هتوضح لنا الامور اكتر وتخلي الدنيا تبقى واضحه معاكم كويس جدا. طيب how it works، هو اصلا الويب ابلكيشن بيشتغل ازاي؟ ايه هي الطريقه اللي الويب ابلكيشن بيشتغل بيها؟ الويب ابلكيشن يا شباب علشان يشتغل لازم افهم ان هو ليه تو سايدز، ناحيتين، حاجه اسمها كلاينت سايد وحاجه اسمها سيرفر سايد. كلاينت سايد ده بيبقى مقصود بيه حضرتك كيوزر، يعني انت لما بتفتح البراوزر من على اللابتوب او من على الموبايل او من على التابلت انت كده في الكلاينت سايد. طب كلام جميل، جيت انا دلوقتي فتحت اللابتوب بتاعي وفتحت جوجل كروم ودخلت كتبت في اليو ار ال بتاع جوجل كروم امازون، او كتبت فيه يلا كوره، او كتبت فيه اسم اي ويب سايت. ايه بقى اللي بيحصل؟ تعالوا كده نشوف مثال عملي. انا دلوقتي لو دخلت هنا كتبت يلا كوره، وانس ان انا كتبت في عنوان فوق في شريط العنوان او في اليو ار ال اسم الويب سايت ودوست انتر، انا كده عملت حاجه. ايه هي الحاجه ديت؟ انا كده بعت حاجه اسمها ريكوست. شايفين كلمه ريكوست اللي مكتوبه هنا دي؟ خرج من عندي من الجهاز من البراوزر من جوجل كروم ريكوست اتبعت للسيرفر. طيب السيرفر سايد ده بقى بيبقى موجود فيه ايه؟ السيرفر سايد يا شباب تعالوا كده برضو علشان ايه الدنيا تبقى واضحه معانا اكتر. لو احنا جينا اتكلمنا قلنا ان ده الكلاينت سايد بتاعي اللابتوب، وعندي هنا الناحية التانية السيرفر سايد. سيرفر سايد، السيرفر سايد ده بيبقى موجود فيه كل البروجكت بتاعي. يعني ايه كل البروجكت؟ يعني بيبقى موجود فيه حاجة اسمها فرونت اند، كود الفرونت اند اللي انا عملته، لا مش فاهم ثانية بجد. واحدة هو بس علشان خاطر في انجلش. حد عامل ميوت. على ايه؟
طيب نكمل يا شباب. طب نرجع لموضوعنا. احنا اتفقنا ان انا عندي هنا ده الكلاينت سايد. انت حضرتك كيوزر فتحت جوجل كروم ودخلت كتبت في اليو ار ال اسم ويب سايت. وانس ان انت دوست انتر، فانت بتبعت حاجه اسمها ريكويست للسيرفر سايد. طيب هو السيرفر سايد ده اصلا بيبقى عليه ايه؟ السيرفر سايد ده بيبقى عليه البروجكت بتاعي كله، بيبقى عليه الفرونت اند بتاعي. الفرونت اند ده اللي هو قلنا عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن HTML والسي اس اس والجافا سكريبت. الثلاث حاجات دول. بيبقى في ايه تاني في السيرفر سايد؟ بيبقى عندي كود الباك اند. الباك اند ده اللي هو مثلا ممكن تكون لغة البي اتش بي على سبيل المثال، ممكن تبقى سي شارب، ممكن تبقى جافا، اي لغة. وبيبقى عندي حاجة تالتة اللي هي مين؟ اللي هي الداتا بيز او قاعدة البيانات. لما حضرتك بتبعت ريكوست للسيرفر، السيرفر بيرد عليك على البراوزر بتاعك بكود الفرونت اند كله اللي هو عبارة عن ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. في الريسبونس حاجة اسمها رد. زي ما انت بعت ريكويست، هو بيبتدي يرد عليك بايه؟ بريسبونس. طيب هو بيبعت لي الريسبونس دوت، بيبقى فيه HTML و CSS وجافا سكريبت، وبيبقى فيه كمان مع كود الفرونت اند بتاع الديزاين دوت لغة الباك اند. بقى هنا بيجي دور الباك اند ديفلوبر. بتاع الباك اند ديفلوبر بيعمل ايه؟ لغة البي اتش بي دي بتعمل ايه؟ بتروح تجيب لي داتا من قاعدة البيانات، بيانات من قاعدة البيانات، وتبعتها لي في الريسبونس مع الديزاين اللي بيتعرض. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ تعالوا نفهم اكتر. يعني انا دلوقتي لما فتحت الويب سايت بتاع يلا كوره اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الويب سايت ده، او حتى فتحت مثلا امازون، الويب سايت بتاع امازون ده انا اول ما فتحته بيبقى ظاهر عندي فيه كاتيجوريز بتاعت منتجات. يعني انا لو دخلت مثلا على الموبايلات كده على سبيل المثال، ابتدى يعرض لي موبايلات، والموبايلات اللي هتكون موجودة لو انا دخلت على اي واحد منهم هيبتدي يقول لي السعر بتاعه. يعني كاتب لي هنا ان في موبايل اسمه انفينكس السعر بتاعه مثلا 4199. صورة الموبايل واسمه والسعر بتاعه، ولو انا دوست على الموبايل كده دخلت عليه هلاقيه هيبتدي يجيب لي ديسكريبشن للفيتشرز بتاعته اللي هو الرام والذاكرة والبروسيسور والكلام ده كله. كل دي بيانات. البيانات دي بتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة في الداتابيز. ففايدة الباك اند ديفلوبر ان هو بيكون مسؤول ان حضرتك لما بتطلب تفتح صفحة معينة في الويب سايت، هو اللي بيجيب لك البيانات اللي المفروض تملى الديزاين بتاع الصفحة عشان حضرتك تقدر تشوفه. فالراجل بتاع الفرونت اند بيعمل لي ديزاين لشكل الشاشة عامل ازاي، لكن البيانات اللي محتواها جوه الشاشة اللي بتتعرض عندي، البيانات دي بتبقى جاية من الداتابيس في الباك اند. طب يا باشمهندس وبعدين ايه اللي بيحصل؟ ببساطة شديدة قوي، أول ما بيجي الريسبونس ده بينزل عندي هنا على البراوزر، على جوجل كروم. جوجل كروم مثلا بياخد الداتا والكود الفرونت اند ال HTML وال CSS والجافا سكريبت والداتا اللي اتبعتت معاهم، ويعمل لهم حاجة اسمها انتربريتنج علشان يعرضهم لي على البراوزر. تعالوا كده اوري لكم مثال عملي ممكن تفهموا منه الموضوع أكتر. أنا دلوقتي مثلا على الموقع بتاع الكورة ده، عملت له ريفرش اهو، الويب سايت تاني. هاجي مثلا على اي صورة من الصور اللي معروضة في السايت، وليكن الصورة دي. بس عايز ايه؟ نجيب التول بار دي على جنب. ادي الصورة. انا عملت ايه دلوقتي يا شباب؟ خفيت الصورة. الصورة اختفت ليه؟ هي ما اختفتش علشان انا شلتها من السايت. انا اصلا مش صاحب السايت وماليش الحق ان انا اشيل الصورة من هنا.
هي اختفت ليه؟ لان انا لما رحت بعت ريكوست من عندي هنا من جهازي للسيرفر اللي عليه يلا كوره، وقلت له انا عايز صفحه يلا كوره، فهو رد عليا بال HTML وال CSS والجافا سكريبت اللي هو الديزاين بتاع الصفحه، ورد عليا بداتا من الداتابيز، والحاجات دي جت فتحت عندي على البراوزر، فهي بقت موجوده عندي على جهازي. فانا لما دخلت هنا دلوقتي مسحت الصوره، هي ما اتمسحتش من السايت، هي اتمسحت من جوجل كروم من عندي من البراوزر بتاعي. واكبر دليل على كلامي ان انا لو عملت ريفرش للصفحه، فانا كده بعت ريكوست جديد فرد عليا بريسبونس جديد، فالصوره رجعت موجوده في مكانها تاني. فدي الطريقه اللي بيشتغل بيها الويب ابلكيشن. سورس كود بتاعه كله بيكون ده او الداتا اللي على الداتابيز. انا كيوزر هنا بتبقى كل وظيفتي بس ان انا اعمل ايه؟ ان انا ابعت ريكوست على صفحه معينه، هو يرجع لي الديزاين بتاعها يفتح عندي على الجهاز او البراوزر بتاعي. فمن هنا بنقدر نفرق ان في الويب ديفلوبمنت عندي نوعين من الوظائف. عندي حاجه اسمها فرونت اند ديفلوبر اللي هو بيعمل الديزاين، وعندي حاجه اسمها باك اند ديفلوبر اللي هو بيعمل اللوجيك والداتابيز. طيب كلام جميل. طب ايه هي لغات البرمجه بقى، او انواع اللغات اللي احنا بنستخدمها في الشغل؟ لو هنتكلم جينيريك، احنا عندنا في حاجه اسمها بروجرامينج لانجوج، في حاجه اسمها سكريبتنج لانجوج، في حاجه اسمها مارك اب لانجوج. ايه بقى البروجرامينج وايه السكريبتنج وايه المارك اب لانجوج؟ طيب هو مبدئيا البروجرامينج والسكريبتنج الاتنين دول بنقدر نعمل بيهم ابلكيشنز. البروجرامينج ده احنا بنستخدمه علشان نعمل بيه ديسكتوب ابلكيشن، اما السكريبتنج اغلبيته او المعظم بتاعه بنستخدمه علشان خاطر نعمل بيه ويب ابلكيشن. في نسبة طفيفة قوي من البروجرامينج لانجوج بنقدر نستخدمها نعمل بيها ويب، يعني هي مش 100% مش 100%. بس انا ما يهمنيش النقطة دي، انا يهمني ان احنا نبقى فاهمين اصلا هم عبارة عن ايه، عشان احنا لو فكرنا ندرس نبقى عارفين احنا بندرس ايه. تعالوا نتكلم كده عن الديفينيشن بتاعهم. البروجرامينج لانجوج يا شباب دي بنستخدمها علشان نعمل كومبليت سوفت وير او ابلكيشن، يعني انا باللغة دي بس لوحدها انا بعمل ابلكيشن كامل from A to Z. اما السكريبتنج لانجوج انا اقدر اعمل بيها اوتوميشن. يعني ايه اوتوميشن؟ يعني مثلا انا عندي تاسك ان انا في شيت اكسل بعمل عليه شويه ايكويشنز معينه وبحطه في حاجات واغير فيه ايكويشنز تانية واطلع نتائج في الاخر. فانا ممكن استخدم السكريبتنج لانجوج دي عشان اعمل اوتوميشن للشيت ده، بدل ما انا اعمله مانوال يعمل لي هو الشيت ده اوتوميتد. ده كده مش ابلكيشن، اللي انا عملته ده ما اسموش ابلكيشن. ليه؟ لان هو ملوش وظيفه ثابته، هو مجرد بس ان هو بيعمل تاسكايه صغيره، ان هو بيخش ياخد شيت اكسل معين يطلع الداتا اللي فيه يعمل عليها شويه اجراءات ويطلع لي النتيجه. اقدر استخدمه في الويب ديفلوبمنت، يعني اقدر اعمل بيه ويب ابلكيشن كامل. اقدر استخدمه ان انا اعمل تاسك سكريبتنج، اعمل مجرد تاسك صغير بس لحاجه معينه. طب امال المارك اب لانجوج دي بقى تطلع ايه؟ المارك اب لانجوج دي مش لغه برمجه يا شباب. يعني ال HTML ده بيتصنف مارك اب لانجوج. ال HTML ده مش لغه برمجه، ده structuring. يعني ايه structuring؟ يعني انا بستخدمه علشان ابني بيه صفحه ال HTML، لكن هو ما فيهوش لوجيك. يعني ما اقدرش مثلا ادخل في ال HTML اقول له if condition لو حصل كذا اعمل كذا ولو ما حصلش اعمل كذا. مش هيفهم الكلام ده لان هو مش لغه برمجه، هو لغه بناء. اقدر احط بيه صوره، اقدر احط بيه تكست، لكن اكتر اعرض بيه بيانات، لكن اكتر من كده ما اقدرش استخدمه في حاجه تانية. ده الفرق الجوهري ما بين البروجرامينج والسكريبتنج والمارك اب لو هنتكلم على الديفينيشن. طب الكومبايليشن بيرن ازاي، بيشتغل ازاي؟ البروجرامينج لانجوج بترن عن طريق حاجه اسمها كومبايلر، بتبقى كومبايلد. طب هو الكومبايلر ده بيشتغل ازاي او بيعمل ايه؟ عشان ما صعبش عليكم الدنيا وندخل في تفاصيل تكنيكال ممكن تبقى معقده مش وقتها اننا نتكلم فيها دلوقتي، بس خلوني الاول ايه اديلكم مثال سريع كده يفرق ما بين السكريبتنج وما بين البروجرامينج. والناس اللي دارسه حاسبات او كمبيوتر ساينس هتبقى عندها اويرنس عاليه بالنقطه دي. لو انا بتكلم دلوقتي في سكريبتنج وبتكلم في بروجرامينج، انا هبتدي في السكريبتنج هنا اكتب كود، فالكود بتاعي هيبقى عباره عن سطر 2 3 4. في السكريبتنج لانجوج اللي بيشغلها حاجه اسمها انتربريتر.
الانتربريتر ده اللي هو مين اللي بيبقى موجود في البراوزر، وهو بيقرا الكود من فوق لتحت، فبيعدي على اول سطر لقى الكود صح بيشغله، تاني سطر لقى الكود صح بيشغله، جه عند تالت سطر لقى فيه غلطة في الكود، بيقف في الحتة دي ما بيكملش. فحتى لو الكود اللي تحت صح مش هيرن، والكود اللي فوق هيرنه على الرغم ان في حاجة غلط في الصفحة. يعني لو انا مديله في الاوردر الاولاني في اول سطر انه يعرض صورة، ومديله اوردر في السطر التاني انه يعرض كلمة، ومديله اوردر في السطر التالت انه يعرض زرار، فهو هيعرض الصورة والكلمة ومش هيعرض الزرار ولا اللي هيجي بعد كده. ده السكريبتنج لانجوج. اما البروجرامينج لانجوج فدي بتشتغل عن طريق حاجه اسمها كومبايلر. فاحنا لو هنتكلم بنفس السيكونس، وانا عندي مثلا غلطه هنا في السطر الاخير ده، الكومبايلر بيعمل ايه؟ بيكومبايل الكود كله مره واحده. لقى الكود كله صح بيرن، لقى الكود كله غلط ما بيرنوش حتى لو كان الكود اللي فوق صح. ده الفرق ما بينهم في اللوجيك او في الطريقه اللي بيشتغل بيها. طيب، فهنا ايه الاكسكيوشن؟ بيرن independently. هنا ده بيرن with another program. يعني الحاجات بتاعت البروجرامينج ديت ممكن مثلا على سبيل المثال بتطلع لي فايل اي اكس اي، انا بدوس عليه دبل كليك بيشتغل الابلكيشن. لكن السكريبتنج بتشتغل ببرنامج تاني اللي هو مثلا ممكن يبقى البراوزر، اشهر حاجه جوجل كروم او ايدج او وات ايفر. المارك اب لانجوج بتبقى بارسد باي براوزر او اذر بروسيسور، يعني هي في حاجه بتعرضها برضو، ما بتبقاش هي شغاله مع نفسها كده زي السكريبتنج. لو اتكلمنا على جزء اللوجيك، فهنلاقي ان البروجرامينج لانجوج فيها لوجيك، السكريبتنج لانجوج فيها لوجيك، اما المارك اب لانجوج زي ما قلت لكم ما فيهاش لوجيك. اللوب والكونديشنز، اقدر احط كونديشن واقدر احط لوب، هنا اقدر احط كونديشن ولوب، هنا ما اقدرش اعمل الكلام ده. ليه؟ لان المارك اب زي ما قلت لكم هي مش لغه برمجه، فهي ما عندهاش لوجيك. البيربس بتاعها بيبقى ايه؟ هنا انا بستخدم البروجرامينج لانجوج عشان اعمل ابلكيشن ديفلوبمنت، اوبريتنج سيستم، بروجرامينج، جيمز، كل دي حاجات انا اقدر استخدمها. سكريبتنج لانجوج مينلي بتبقى مرتبطه بالويب، ممكن اوتوميشن وممكن تاسكس، بس هي الاساس بتاعها بتبقى ويب. فاز لونج از ان انت تشتغل في الويب لازم هتتعامل مع السكريبتنج لانجوج. اما المارك اب لانجوج فهي بس جاست داتا فورماتنج، مش اكتر من كده، بتعمل لي ستراكشر. اكزامبلز بقى على الكلام ده، بروجرامينج لانجوج زي السي والسي بلس بلس والجافا. خلي بالكم هنا انا بتكلم على الجافا مش الجافا سكريبت. هنا في السكريبتنج عندي البايثون وعندي الجافا سكريبت وعندي الباش وعندي البي اتش بي وعندي السي شارب، سوري، وعندي برضو من ضمن الحاجات السكريبتنج ممكن روبي برضو هتبقى من ضمن الحاجات السكريبتنج. دي كده ببساطة شديدة سامورايزيشن هنتكلم فيها بقى، نريفيو كده كل الكلام اللي قلناه من الأول عشان لو في ناس دخلت متأخرة أو في ناس وقعت مننا في النص. في 5 دقايق كده هنراجع الكلام اللي قلناه، وبعد كده هنفتح ديسكشن مع بعض. احنا اتكلمنا ان عندنا 3 تايبس اوف ابلكيشن، في 3 انواع من الابلكيشن: ويب ابلكيشن، ديسكتوب، موبايل. اتكلمنا قلنا ان الويب ابلكيشن ده بيرن عن طريق البراوزر، بيحتاج انترنت كونكشن عشان اقدر افتحه، واي ابديت انا بعمله عليه بعمله مره واحده على الابلكيشن على السيرفر سايت، كل اليوزرز بتشوفه في وقت واحد، ما بيكونش فيه اي مشكله في الحته دي. البرفورمانس بتاعه بيكون معتمد على الانترنت كونكشن، كل ما الانترنت كونكشن يكون قوي كل ما البرفورمانس بتاعه يكون كويس. الديسكتوب ابلكيشن قلنا ده ابلكيشن بيتعمل له انستول، بيتسطب على الاوبريتنج سيستم سواء ويندوز او ماك او ايا كان هو ايه. البرفورمانس بتاعه بيكون قوي لان هو ما بيعتمدش على اي حاجه غير الهاردوير بتاع الجهاز، بيشتغل اوفلاين ما بيحتاجش انترنت اكسس. وكمان من ضمن العيوب او الحاجات اللي ما بتبقاش كويسه فيه حته الابديتس، ان انا اي ابديت بعمله لازم يتعمل الابديت لجهاز لان هو بيبقى مرتبط بالجهاز نفسه. الموبايل ابلكيشن ده بيتسطب على الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل سواء اي او اس او اندرويد، لازم اعمل له داونلود واسطبه على الجهاز عندي. البرفورمانس بتاعه بيعتمد على البروسيسور والرام بتاعت الموبايل، هاردوير عامه يعني. في بعض الاحيان بيحتاج انترنت كونكشن وفي بعض الاحيان ما بيحتاجش، على حسب طبيعه الابلكيشن ووظيفته ايه او بيعمل ايه. اتكلمنا في اهميه الويب ديفلوبمنت وعرفناها، وعرفنا ان لو هتشتغل ويب ديفلوبمنت فانت لازم تكون عارف ان في وظيفتين، في وظيفه اسمها فرونت اند ديفلوبر، في وظيفه اسمها باك اند ديفلوبر. فرونت اند ديفلوبر ده الديفلوبر اللي بيكون مسؤول انه يعمل الديزاين بتاع الفرونت اند اللي بيشوفه اليوزر.
ومين اللي بيحتاج يتعلم HTML و CSS وجافا سكريبت. في حاجات تانية بيتعلمها بس الحاجات التانية دي كلها بتبقى مبنية على الثلاث حاجات دول. يعني لو هيستخدم بوت ستراب فهو البوت ستراب مبني اصلا على السي اس اس وال HTML والجافا سكريبت. لو هيستخدم فريم ورك زي رياكت او الانجلر او الفيو فهو مبني برضه على الجافا سكريبت. الباك اند ديفلوبر وده وظيفته بتكون مهمة جدا، ان هو بيكون هو اللي بيتحكم في اللوجيك بتاع الابلكيشن، وهو اللي بيبني الداتابيز ستراكشر، وهو اللي بيكون مسؤول عن ستورنج الداتا بتاعه الابلكيشن. في طبعا وظيفه اللي هي بيكون اسمها فول ستاك ديفلوبر. فول ستاك ديفلوبر ده اللي هو بيكون متعلم الفرونت اند والباك اند الاثنين مع بعض، فهو بيقدر يشتغل ده او يشتغل ده. اتكلمنا عن هاو ات ورك، ازاي الويب ابلكيشن بيشتغل. قلنا عن طريق ان انا في الكلاينت سايد لما باجي افتح اي ويب ابلكيشن بيبعت ريكوست للسيرفر، والسيرفر بيرد عليه بريسبونس. الريسبونس ده بيبقى فيه الكود بتاع الفرونت اند بتاع الديزاين، ومعاه الداتا اللي جايه له من اللوجيك بتاع الباك اند عشان الصفحه تتعرض. وابتدينا نفرق في الاخر ما بين البروجرامينج لانجوج والسكريبتنج لانجوج والمارك اب لانجوج. انا لحد هنا كده خلصت البورت الجينيريك اللي كنت جاي اتكلم فيه النهارده، وخلونا بقى نفتح دلوقتي مع بعض open discussion. لو حد منكم عايز يسأل على اي معلومات ليها علاقة بمجال السوفت وير او سوق السوفت وير ان جنرال يتفضل. طيب بعد إذنك بس يا هندسة لو سمحت، كنت عايز بس كده أسأل عن فكرة. تعتبر دوت لو مثلا حد يعني مثلا هو من بره المجال وهو مثلا من تجارة أو من أي حتة مثلا، فبلا شك يعتبر يعني الشاب مثلا اللي في حاسبات أكيد يعتبر بياخد مواد بتفهمه الدنيا أكتر إلى حد ما، ممكن ما تكونش ليها علاقة أكتر بالمجال بتاعه، ولكن هي بتفيده بإن هو يفهم الصورة بتبقى ماشية إزاي، فاهمني؟ فإيه مثلا الكورسات اللي أنت مثلا تنصحنا بيها، وإيه مثلا الرود ماب اللي أنت مثلا يعني تنصح بيها أي حد لو كان مثلا جديد مثلا في المجال وكده يخش فيها، بحيث يبقى هو يعتبر موازي او استفاد اقصى استفاده زي بالظبط اللي هو الشاب بتاع حاسبات. تمام يا محمد، شكرا لسؤالك وخليني اجاوب عليك بالتفصيل. بص يا شباب، مين يقدر يشتغل في مجال البروجرامينج ومين ما يقدرش يشتغل في مجال البروجرامينج؟ مجال البروجرامينج من اهم النقط او اقوى النقط اللي بتكون موجودة فيه ان هو مفتوح. يعني ايه مفتوح؟ يعني حضرتك مش لازم تكون خريج حاسبات او خريج كمبيوتر ساينس عشان تشتغل في مجال البروجرامينج. حضرتك ممكن تبقى خريج اي جامعة تانية ملهاش علاقة بالموضوع، آداب، حقوق، تجارة، مش دي النقطة. بس هو بيبقى الفرق الوحيد زي ما انت قلت، الراجل اللي متخرج من حاسبات او من كمبيوتر ساينس هو بيبقى سمع مصطلحات فاميليار معاها. يعني هو بيبقى بالنسبة له لما بيجي ياخد كورس في الويب ديفلوبمنت في حاجات كتير هو بيسمعها ما بتبقاش غريبة على ودنه، هو سمعها قبل كده. بس تو بي اونست خلينا نبقى صراحة مع بعض. احنا التعليم عندنا في مصر مش هنقول ان هو وحش بس برضه هو مش حلو. انا واحد من الناس اتخرجت من الكلية ودرست في الكلية وعارف الفرق ما بين الدراسة في الكلية الاكاديميك وما بين سوق العمل. It's completely different. يعني اللي انت بتتعلمه في الكلية ما ينفعش ان انت تشتغل بيه في سوق العمل. فكده كده لو انت هتبتدي ان انت عايز تدخل في الكارير بتاع الويب ديفلوبمنت او البروجرامنج عامة، حتى لو تشتغل موبايل ابلكيشن او ايا كان انت تشتغل في ايه، ما تبصش للحتة بتاعت انا خريج كلية ايه اهد ما المهم ان انت تكون initiative ان انت تتعلم، انت عايز تتعلم. فدي النقطة اللي بتبقى بتفصل. انا بدرس مثلا، يعني انا شغال في البروجرامنج بقالي 12 سنة، بدرس منهم اخر 4 سنين بس. يعني ما بدرسش مثلا من 12 سنة من ساعة ما اتعلمت، لا انا اخر 4 سنين. فانا في ال4 سنين دي مثلا هنقول افريج بيعدي عليا حوالي مثلا 10 باتشات في السنة. افريج الباتش ممكن يكون 20 طالب، فانت بتتكلم مثلا في رقم حلو في ال4 سنين دول. عايز اقول لك ان في ناس كتير قوي كانت من كليات تانية والاكاديميك باك جراوند بتاعتها ملهاش علاقة بالبرمجة وكانوا متخرجين معايا من الكورس ممتازين ما شاء الله عليهم. وفي ناس تانية كانت خريجة كمبيوتر ساينس وحاسبات ودخلت الكورس وزي ما دخلت زي ما خرجت. الديبندس على ايه في الاول وفي الاخر؟ عليك انت كشخص. انت عايز تتعلم الحاجة ولا مش عايز تتعلم؟ بصرف النظر حتى عن مجال البرمجة، انت لو عايز تشتغل، انت خريج يا سيدي حقوق وعايز تشتغل في المحاسبة، رحت درست، خدت كورسات، اتعلمت انواع المحاسبة،
وعرفت تفاصيلها واتدربت وتعبت وعملت اللي عليك وبذلت مجهود، ربنا ما بيضيعش مجهود حد، هتوصل وهتبقى احسن من اللي متخرج من تجارة. السوق دلوقتي بقى مفتوح، ما بقاش زي زمان. زمان لما كان التعليم بيديلك في الجامعة الحاجات اللي انت بتقدر تشتغل بيها في سوق العمل، كان الموضوع بيفرق. لكن دلوقتي مش مهم انت متخرج من ايه، المهم انت بتحب ايه، علشان لما تكون بتحب المجال اللي انت هتشتغل فيه فانت هتتعب، هتدي مجهود، هتلاقي نتيجة. الويب من مميزاته ان هو مفهوش، لو هنتكلم على نقطة الرود ماب، من مميزاته ان هو مفهوش حوارات كتير، يعني هو واضح وصريح ومحدد. لو انت هتشتغل في الفرونت اند فانت لازم 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 هتعدي على ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، وبعد كده هتاخد معاهم فريم ورك، ايا كان الفريم ورك ده بقى هو ايه، رياكت، انجولار، فيو، ايا كان هو ايه. فدي رود ماب كده كده، انت خريج حاسبات خريج كلية تانية، في كلتا الحالتين لازم هتاخد نفس الرود ماب، مش هتعمل معاك فرق. الفرق الوحيد بس ان بتاع حاسبات في مصطلحات هيبقى عارفها فمش هيحتاج يذاكرها، انت في مصطلحات مش هتبقى عارفها فهتحتاج تذاكرها. بس في الاخر انتوا الاتنين هتخلصوا الكورس في نفس الوقت، واللي هيتعب فيكم اكتر في الكورس وهيجتهد هو اللي هيخرج يلاقي فرصة احسن من التاني. اتمنى ان انا اكون جاوبت على سؤالك كده كامل، ولو في حاجة مش واضحة برضو ممكن تسأل. طيب هو انا قصدي بس يعني يا باشمهندس بس كده شيء صغير، وانا متفاهم جدا يعني الكلام بتاع حضرتك، بس انا قصدي مثلا في مصطلح، في حاجه، في مثلا مواد مثلا زي مثلا ديسكريت ماس، زي مثلا اديت ستراكشر، زي مثلا إيه اللي هو الداتابيس. في حاجات هو بالنسبه له يعني مش هيكون بيحتك بيها قوي. في حاجات مثلا زي مثلا بروبلم سولفنج مثلا هو بيكون شغال عليها وكده. فاكيد مش كلنا شبه بعض. فانا قصدي يعتبر يا باشمهندس يعني كده هل في مثلا كورسات مثلا برود ماب معينه على يوديمي مثلا انت مثلا بترشحها لاي حد، بحيث يكون يعني هو يعني اي حد النهارده ممكن يتعلم الحاجات دي كلها، سي اس اس واتش تي ام ال ماشي، اي حد ممكن يبقى يتعلمها. ولكن هي بتفرق في ان الشخص ده هو قادر يفهم الفكره كلها ماشيه ازاي، السيكونس نفسه صح ولا لا كده. فانت اكيد فاهمني انا يا باشمهندس، يعني قصدي يعتبر يعني ايه هي الرود ماب الصحيحه اللي تخلي الانسان يكون متاسس فعلا، ويكون هو فعلا عطى يعني شيء كويس او مجهود كويس جدا يعني قصاد اللي هو هيبقى يعمله اللي هو الفتره اللي جايه. طب خليني اسألك سؤال، البروبلم سولفينج ايه الديفينيشن بتاعه بالنسبة لك؟ ببساطه شديده هو يعني انا مش هو اول حاجه انا مش جامد، يعني انا اعتبر لسه في سنه اولى وكده، فانا مش ما عنديش الخبره الكافيه. بس انا ببساطه شديده انك انت بيكون عندك يعني كذا مشكله، انت بتشوف الحل الامثل بحيث انك انت توصل لحل المشكله. وطبعا ليها كذا موقع ممكن نبقى نخش فيها، مثلا زي كود فورسز، او مثلا يعني كود كامب، او دبليو 3 سكولز، في كذا حاجه يعني. بس يعني فانا باختصار شديد يعني ده ممكن يبقى حاجه زي كده، الله اعلم هو صح ولا لا يعني بالنسبه لحضرتك يعني. لا كلامك صح يا محمد، ما فيهوش حاجة غلط، انا مش دي النقطة. طيب انا دلوقتي لما اكون بشرح لك لغه برمجه زي الجافا سكريبت في الفرونت اند، وانا بشرح لك اللغه البرمجه ديت شرحت لك يعني ايه لوب على سبيل المثال، وعرفتك ان اللوب ديت كل ما عدد اللوبس بتزيد بتعمل امباكت او بتاثر على البرفورمانس، فانا لو حطيت جواها اف كونديشن هتقلل عدد اللوبس اللي موجوده، انا كده عملت بروبلم سولفنج ولا ما عملتش؟ هو كده يعتبر انت كده بتفهمني البروبلم سولفنج، بس هي كل الفكره في علوم هي بتقول لك هو الموضوع مظبوط. ده حصل اديك ازاي مثال وبيأثر قد تاني. ايه. نعم. ماشي، اديك مثال تاني، انا دلوقتي عندي اري وبعمل فيها سيرش، وقلت لك بدل ما اعمل لوب دايركت على المليون ريكورد اللي في الاري، قلت لك تعالى نعمل باينري سيرش ونبتدي نديفايد الاري ونشوف الاكبر منه واصغر منه على سبيل المثال. كده انت اتعلمت بروبلم سولفنج ولا ما اتعلمتش؟ اللي انا عايز اوصله لك، النقط اللي انت بتتكلم عنها دي نقط بتتلم within الكورس، وانت بتتعلم برمجه كده كده لازم هتعدي عليها ولازم هتحتك بيها ولازم هتعرف. انت عايز تطور مهاراتك بعد كده ان انت تتخصص في الجزء ده بس، انك تخش تسيرش فيه وتعرف تفاصيل اكتر، اتس اوكي. بس لو ما عملتش السيرش وما دخلتش ودورت فيه، انت اوريدي هتحتك بيه جوه الكورس، واوريدي هتتعرض له، واوريدي هتتعلم منه حاجات كتير. طيب هو انا هحاول بس ان انا اكون واضح اللي هو المره دي على سبيل المثال بس يا باشمهندس، حد مثلا من هندسه مثلا يعني فهو ماشي. يعتبر اغلب شغله على الهاردوير تقريبا، يعني السوفت وير تمام. بيبقى قليل في حاجات. فهو مثلا اوكي. وليكن مثلا عايز مثلا يخش مثلا زي مجال مثلا زي الاوتوميشن، زي الديف اوبس مثلا.
فهو يعتبر يعني الى حد ما هو مش هيبقى جامد قوي، يعني هو واخد جزء معين من المواد البسيطه، فهو بالنسبه له يعني كلمني في الويب، علشان خاطر انا مش ديف اوبس، يعني انا مش هعرف ارد في اوكي. النقطه دي كويس لانه مش شغلي. كلمني في حاجه ليها علاقه بالويب. اوكي زي الفل. مثلا في الويب، فهو يعتبر واخد مثلا يعني داتا ستراكشر مثلا على داتابيز بس. حلو. ممكن مثلا مع نفسه مثلا خد مثلا حاجات تانية، وقول مثلا يعني يعني مثلا واخد مثلا بايثون او سي بلس بلس مثلا كلغه بيتعلم بيها بس. طب ما هو ده مثلا يعتبر يعني مقارنه مثلا مع حد مثلا في حاسبات، لا ده هو بالنسبه لي كل الحاجات اللي هو واخدها دي كلها انا خدتها الصوت مثلا كده في قطع اول عندك. نعم. بقول لك الصوت قطع الو. عندك. طيب انا كده انا واضح كده ولا؟ سامعك. تمام. اه. طيب هو مثلا يعتبر حد مثلا في هندسه يعتبر واخد الحاجات دي كلها مثلا على 5 سنين او على 4 سنين. في مثلا حد مثلا في حاسبات هو واخد الحاجات دي كلها واكتر في اول ترم. فانا قصدي يعتبر هو ازاي بتاع هندسه يبقى عنده الحاجات اللي تعادل بتاع حاسبات، ان هو يكون ازاي ان هو يكون مستعد زي بتاع حاسبات. هيدرس الكورس اللي يخليه يطلع فاينل برودكت. انا هسألك سؤال. انت دلوقتي بتدرس، انت قلت لي انت في حاسبات صح؟ ممتاز. عملت كام ويب سايت لحد دلوقتي يا محمد؟ سامعني يا محمد؟ في حد سامعني طيب؟ هو انت كان الصوت فصل ورجع تاني دلوقتي، انا دلوقتي سامعك. انت سامعني دلوقتي كده؟ الو. الو. محمد انت سامعني؟ يعني انا سامع حضرتك بس مش عارف الصوت يعني واصل لحضرتك ولا لا. اه انا كده سامعك. انا بسألك بقول لك انت دلوقتي عملت كام ويب سايت لحد دلوقتي؟ طلعت كام فاينل برودكت من ساعة ما دخلت الكلية؟ ما هو لا لا لغايه دلوقتي ممكن اقول صفر، لكن كحاجه طب مثلا خليني مبدئيه. اقول لك حاجة. خليني اقول لك اتفضل. حاجة. اتفضل بص يا حضرتك. محمد، اي صاحب شركة بيجيب الديفلوبر ليه؟ بيجيبه علشان الديفلوبر يقعد يستعرض الجزء بتاع الداتا ستراكشر والالجوريزم، ولا علشان يعمل له تاسكات يطلع له بيها فاينل برودكت؟ هو اللي هو الخيار التاني، بس الخيار التاني عمره ما هيتحقق غير لما يكون شاطر في الاتنين دول اصلا. حلو. كلام جميل. ما انا خليني اقول لك على حاجة. انت درست لغات برمجة ايه لحد دلوقتي يا محمد؟ بايثون وسي بلس بلس ومع نفسي شويه يعني حاجات تانية. ايه اللغة اللي انت شايف نفسك اشطر فيها؟ يعني مش حاجه يعني كده، ممكن اقول مثلا بايثون مثلا. حلو. تدي نفسك كام في المية في البايثون؟ هو انا ما اقدرش، لان انا ما عنديش منتور يقول لي مثلا انت ضعيف في كذا وانت قوي في كذا، فمهما حصل طب برضك بروح. خليني اسألك السؤال بصيغة تانية. اتفضل حضرتك. مين انت تعرفه شايف ان هو يستحق ياخد 100% في البايثون؟ يعني ممكن مثلا حد مثلا في مايكروسوفت مثلا، او حد مثلا في جوجل، يعني حد يعتبر تقيل. طب بص، انا هقول لك معلومة برضو انت بقى اتأكد من المعلومة دي وسيرش عليها. هو مفيش حد في العالم كله في ولا لغة برمجة ياخد 100%. عارف ليه؟ ليه؟ لان اللي بيعمل اللغة نفسها اصلا بتبقى اورجانيزيشن او شركة فيها ديفلوبرز كتير قوي، وكل واحد بيديفلوب في حتة معينة، فعمرك ما هتلاقي مخ بشري يستوعب انه تلاقيه عارف كل الفانكشنز اللي بتبقى موجودة في لغة البرمجة كاملة بنسبة 100%. فدي معلومة خدها ليك مني نصيحة. يعني انت اي ديفلوبر هتتعامل معاه مهما كان هو شغال بقاله 5 أو 10 سنين بلغة برمجة معينة، تأكد ان هو في حاجات جوه اللغة دي هو لسه ما يعرفهاش. تمام؟ ممتاز. طب امال الفرق بقى بيبقى في ايه؟ الفرق بيبقى في ان اللي بقاله 10 سنين احتك وهو شغال بكيسز كتير، فعمل سيرش كتير، فجاب معلومات اكتر، فتعلم حاجات اكتر من اللي بقاله سنة او سنتين. تمام؟ ممتاز. حلو قوي. فمن هنا نوصل لان البرمجة
انا بس عايز اغير عندك فكره المنتاليتي بتاعت ان البرمجه زي الوظائف التانية، اللي هو لا انا بخش الاول اقفل المنهج عشان اجيب 100%، بعد كده انا بروح اشتغل. لا، هي البرمجه مش كده. هي البرمجه انا بطلع فاينل برودكت بكواليتي تتناسب مع الوقت اللي انا اتعلمت فيه. بعد كده لما بدخل اشتغل ببتدي اكتسب خبره واتعلم حاجات جديده. الموضوع هنا طيب مختلف. طيب تمام. معلش بس ممكن سؤال تاني بعد إذنك، لو اتفضل. حضرتك يعني خلصت يعني. لا طيب مفيش مشكله. حضرتك ازاي لا طيب حضرتك ازاي مثلا بتعمل مثلا شيفت كارير مثلا بين المجالات؟ لو حضرتك مثلا دخلت مثلا في الويب مثلا، بعد كده مثلا يعني موبايل ابلكيشن، بعد كده مثلا اي مجال تاني، حضرتك ازاي ممكن تعمل حاجه زي كده؟ يعني اكيد مش اكيد في استراكشر او حاجه اساسيه انا ببني عليها، لو انا حبيت ما اعمل على شيفت فكره والله حاجه يعني، معينه. انا قلت لك الرود ماب من الاول. لو انت خدت بالك الرود ماب انا قلتها من الاول. انت كفرونت اند هتاخد اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. جوه الجافا سكريبت كلغه برمجه لازم هتاخد حاجات ليها علاقه بالالجوريزم والداتا ستراكشر والكلام ده. امم فهمت جدا لحضرتك. هتيجي تدرس هتيجي تدرس باك اند هتتعلم داتابيز. وطبيعي جدا ان انت هتتعلم ان انت ازاي ترسم اي ار دي، وازاي تاخد الداتا اناليسز، وازاي تحدد الانتيتي والاتريبيوتس بتاعته. فدي حاجات كده كده انت برضو هتدرسها. بس اللي انا عايز اوصله لك، استحاله انت في الكورس في ال4 شهور هتاخد نفس كم الماتيريال اللي الطالب كان بيدرسها في 4 سنين. بس هنا انت بتاخد فرق الخبره. فرق الخبره يعني ايه؟ مع احترامي الشديد، انت تقدر تجزم ان كل الكتب اللي انت بتدرسها في الكلية، كل الماتيريال اللي فيها انت بتتعلمها حاجات ليها لازمة وهتشتغل بيها؟ يعني برضك الايه اللي هو الاجابه هتبقى عايمه، مش هقدر ادي اجابه بالظبط. واضحه. يعني هقدر اقول مثلا على حسب بالظبط. استخدامك. في حاجات انت هتدرسها هتحتاجها، وفي حاجات انت هتدرسها مش هتحتاجها. لان الماتيريال اللي بتتحط في الدراسة دي بتبقى محطوطة جينيريك. جينيريك يعني ايه؟ انت عندك جوه الكلية في قسم اسمه ويب ديفلوبمنت، وقسم اسمه موبايل ديفلوبمنت، وقسم اسمه ديسكتوب ديفلوبمنت على سبيل المثال. تمام. هو ما بيأهلكش المجال معين، هو بيدخل يديلك حاجات في البرمجة جينيريك. جينيريك يعني ايه؟ يعني انت بعد كده لما تخرج تشق طريقك وتنزل سوق العمل، الحاجات دي في جزء منها هيفيدك في الجزء اللي انت هتتخصص فيه. لكن الفرق ان ممتاز. انت لما تبقى واخد كورس، فانت وانت داخل الكورس انت محدد من الاول، انت مفلتر انت عايز ايه. مفلتر ان انا طيب هشتغل على سبيل المثال في الويب او هشتغل في الموبايل. ليتس سي مثلا انت هتشتغل في الموبايل. لو انت هتشتغل في الموبايل، كل الدراسه اللي انت درستها في الداتابيز في الكليه يوسلس، مش هتعمل بيها حاجه. الموبايل ابلكيشن ملوش علاقه بالداتابيز، بيكلمها عن طريق حاجه اسمها اي بي اي فقط. لكن مفيش ديفلوبر موبايل ابلكيشن مثلا بيعمل داتابيز او بيرسم اي ار دي. ممتاز. طيب حضرتك يعتبر من خلال سوق العمل اللي حضرتك يعني شفته دلوقتي، انت شايف مثلا يعني حد مثلا داخل على مجال زي الويب، هل انت شايف مثلا ان في تشبع مستقبلي ولا لا وبالعكس، او ايه مثلا العيوب اللي انت مثلا لاحظتها في الكلية، وشايف ان الطالب المفروض ان هو يبقى ياخد يعني باله منها من دلوقتي بحيث يبقى هو يعني كويس في المستقبل؟ تتخصص. لان زي ما قلت لك الكليه هيدي لك حاجه عن كل حاجه، بس مش هيدي لك كل حاجه عن حاجه واحده. فانت لازم تتخصص. يعني من وانت في بدايتك في الكلية تبقى محدد مستقبلك انت رايح فين. انا هشتغل في الموبايل، هشتغل في الويب، هشتغل في الديسكتوب، هخرج بره الكلام ده كله وهشتغل تيستر. لازم تبقى من وانت صغير محدد عارف انت عايز ايه، علشان تبتدي تمسك التراك ده تاخد كل تفاصيله. بحيث ان انت لما تتخرج، اللي انت هتدرسه من الجامعة ليه علاقة بالتراك بتاعك هيفيدك، واللي انت هتدرسه بره التراك بتاعك اتس اوكي، اهي دراسة وهتعدي. بس في الاخر تبقى خارج لامم اكبر قدر من المعلومات عن الحتة اللي انت عايزها. لان دراسه الكليه مع احترامي الشديد مهما كانت كبيره مش هتشغلك في مجال محدد، هي كلها حاجات جينيريك. ابسط مثال اللي انا قلته لك، هتدرس داتابيس كتير قوي، وبعد ما تتخرج من الكليه لو انت قررت تشتغل في الموبايل ابلكيشن مش هتستخدم منها اي حاجه خالص. تمام. ماشي، ممتاز جدا لحضرتك، شكرا جدا لحضرتك. تحت امرك يا محمد. حد عايز يسال في حاجه تانية يا شباب؟ طيب. انا على العموم اتشرفت بيكم النهارده، وسعيد ان انا شفتكم. السيشن كانت لطيفه والناس كانت بصراحه فوق الممتاز. شكرا جدا ليكم، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم على قد ما اقدر. شكرا يا شباب، وفي رعاية الله، وكل سنة وانتم طيبين.